انت زي ما بتقول قعدنا فتره الجيش وكانك شغال بره في مكتب استشاري، وخلصت فتره الجيش، وبعد كده بدات بقى الرحله المدنيه العاديه لاي مهندس. بس مع اكتساب الخبره في الجيش وفي الكليه، ان انت قدمت في الشركه، في الشركات الكبيره عشان تروح تخش في مجال الديزاين او الشغلات الهندسيه. ويمكن في الفتره دي زي ما احنا كنا بنقول الشركات الكبيره كانوا عددهم قليل، الدار اي سي جي، محرم بخوم، الكلام ده. وكان برضو اللي انا عارفه ساعتها ان كانوا الشركات دايما بياخد خريج القاهره وعين شمس في المقام الاول في التعيينات. ويمكن انت يعتبر انت فتحت باب لجيل بعدك ان هم غيرت الموضوع ده، فقدمت في الشركات دي، عملت انترفيو واختاروك وبتاع، صح كده؟ صح. وبعد كده انت بدات تتعين انت الناس. فاحكي لنا بقى على الدخله، ازاي انت دخلت وفتحت الباب لايه لناس وراك. بص، احنا اي سي جي دايما كانت في الفتره دي مقتنعه عين شمس، القاهره، اسكندريه، هم دول المين بالنسبه لهم. بقيه الكليات ما شافوش حد منها، فبالنسبه لهم مجهول يعني. فانا لما قدمت يمكن ساعدني برضو صراحه حد كان معانا في الجيش، ان هو دخل لي السي في يعني. بس قعدت فتره لغايه ما كلموني. بعد كده دخلت عملت انترفيو، فكان الحمد لله الانترفيو كان كويس جدا. فاخدوا السي في بتاعي ودوه لنائب رئيس القسم بعد البتاع، فلقاني هندسه المطريه. فاحنا عندنا في اي سي جي زمان كان في مايك كده وبننده على المهندسين. اكيد انت حاصر يعني عاصرت الجزئيه ديت. فلقيتهم بيندهوا على اسمي، فمش فاهم في ايه. فقالوا لي ده فوق عايزينك. فطلعت فقعدت مع رئيس القسم، فقال لي انت هندسه مطريه؟ قلت له اه. قعد يسالني كام سؤال كده، جاوبت عليه. فقال لي طب هنعمل مع نائب رئيس القسم. قعدت مع نائب رئيس القسم، عملت انترفيو برضه. ليفل الوحشات وليفل الوحش. عملت انترفيو تاني، فخلاص يعني الدنيا تمام. فقبل ما امشي كده قعدت مع الباشمهندس يوسف. فانا حتى كل ما اقعد افتكر الموقف ده اقعد اضحك يعني. انا مش عارف انا كنت ايه اللي انا كنت بعمله يعني وانا صغير. هو الباشمهندس ممكن ترد عليا على طول عشان انا عندي عروض من كذا مكتب تاني. مين فضحك كده وقال لي عندك عروض منين؟ قلت له عندي من كذا وكذا وكذا. فضحك باشمهندس يوسف قال لي حاضر. بس دي زي له ثقه في النفس، ان انت يعني يا جماعه خلاص عادي، انا عملت انترفيو معاكم مش معاكم، اشوف مصلحتي يعني. في ناس تانية يا رب اخش الشركه. فانا يعني انا صراحه يعني بقول انا يعني كنت جريء قوي ان انا قلت الكلمتين دول اللي باشمهندس يوسف في اي سي جي يعني.